السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله اليوم التاسع معانا في دوره الكتاكيت. بصوا حبايبي، انا حطاهم هنا في الكرتونه عشان زي ما وعدتكم ان احنا هنوزن النهارده مع بعض. طبعا نضفت لهم المكان زي ما حضراتكم شايفين كده، وحطيت العلف، وحطيت هنا لتر الميه، وهبتدي احط عليه اخر يوم في رافع المناعه. طيب، او قبل ما نوزن يا حبايبي، هو المفروض الطبيعي بتاع الكتاكيت او اللي هو النورمال قوي ان الوزن بقى في الاسبوع الاولاني بيبقى من 150 جرام ل 160 جرام. طيب احنا هنشوف الاوزان بتاعتنا قد ايه. هنبتدي الاول نحط لهم الميه علشان لما يخرجوا يشربوا على طول. طبعا يا جماعه لو الكرتونه اللي انتوا بتشيلوا فيها الحاجه صغيره زي كده، فيبقى يا ريت يكون بسرعه علشان بس الحاجه ما تعرقش معانا وتتعب. طيب انا هنا شغلت الميزان زي ما حضراتكم شايفين. هو انا كان بيسالوني ليه ما بتصوريش عشان المشكله دي. بصوا يا جماعه، الرقم ما بيجيش عندي كامل، يعني الزيرو جاي من عندي من فوق في حته متشاله كده. طيب هنسمي الله وناخد كده بقى بالعشوائي، هناخد كام واحد ونحطه كده على الميزان. بسم الله. بصوا حبايبي، 170 جرام. بصوا يعني حتى لو بصوا تاني، بصوا لو تدوس على كتكوت كده شويه هيجيب لي 100 حاجه و80 كده. ده 170 اهو، 170 جرام معانا. ده اول كتكوت. طبعا الاوزان متفاوته شويه بس ايه يعني حلوه حبايبي. 141. حاول اشوف الكبير والصغير علشان ما نبقاش وزننا الكبير بس وما عرفناش اوزان الصغيرين. بسم الله. حبايبي 161 جرام. 143. حبايبي 156 جرام. طيب هنشوف كمان 2 او حاجه وكفايه كده علشان بس الحق اشيلهم من الكرتون عشان ما يعرقوش معانا. بسم الله. طب هو ده مش عايز يتوزي. بصوا حبايبي، بسم الله ما شاء الله. بصوا ده جايب قد ايه؟ 185 جرام. هو حتى ما شاء الله شكله باين. طيب انا دلوقتي هرفع الباقي بس علشان هم بدأوا يعرقوا في الكرتونه. طبعا زي ما انتم شفتوا الاوزان معانا، الاوزان ما شاء الله حلوه جدا. بس اللي طلع لوحده على الميزان ده، طب اقف حلو، 118. يعني يعتبر ده اقل الاوزان. 146. شيل الميزان كده بتاعنا وهخرجهم. طيب بالنسبه يا حبايبي للفراخ الكبيره، انا كنت صورت معاكم امبارح الفيديو وقلنا ان احنا نبتدي نديهم اكل البيت. طبعا هنحط علف بس هنحط علف قليل، يعني ممكن نحط في المره كوبايه او حاجه اللي هو انت عاملهم بس الاكل. طيب انا مش هصور تاني الكبار غير الاسبوع الجاي باذن الله واحنا بنذبح مع بعض. يعني انا ان شاء الله على نهايه الاسبوع اللي جاي هبتدي اذبح معاكم في الكبير، علشان من ان شاء الله بمشيئه ربنا من اول بكره هبتدي اعمل معاكم تخزينات رمضان. فمش هينفع ان انا انزل 3 فيديوهات في اليوم، هيبقى كتير.
علشان كمان ما تزهقوش من الفيديوهات. فهبتدي نكمل مع بعض دورة الكتاكيت دي، وباذن الله ان شاء الله من بكره هنبتدي نعمل معاكم تخزينات رمضان. فياريت يا جماعه لو الحلقه عجبتكم النهارده فعلوا زر الجرس واشتركوا في القناه، ولو في اي طلبات للتخزينات قولوها لي. ممكن نعملها مع بعض. لو عايزين تسالوا على اي حاجه في التخزينات اكتبوا لي في التعليقات وهنعملها مع بعض. ولو عايزين نبتدي بحاجه معينه بكره برضو اكتبوا لي في التعليقات ونبتدي بيها بكره. والنهارده الحلقه بتاعتنا خلصت. فلو عجبتكم الحلقه فعلوا زر الجرس واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد.